بسم الله الرحمن الرحيم. تم اليوم القراءة الثانية لقانون هيئة الحشد الشعبي، وبذلك نبارك لإخواننا ومجاهدينا وأبطالنا في الحشد الشعبي، ونؤكد إصرار مجلس النواب على المضي لإقرار هذا القانون. هناك 3 رسائل جلسة اليوم. الجلسة الأولى، الرسالة الأولى هي تنصل الكتل السياسية الممثلة المكونات الأخرى السنية والكردية معظمها، تنصلها عن المسؤولية كأنه وأعطاء انطباع أن هذا الحشد حصرا بالمكون الشيعي. هذا الحشد اللي قدم كثير من التضحيات دفاعا عن البلد، قدم قرابة 10,000 شهيد، أكثر من 30,000 جريح، من استحقاقه الطبيعي أن يتبناه كافة مكونات البلد، خاصة أن بعض الأخوة السادة النواب لديهم أفواج خاصة بهم في الحشد الشعبي للأسف، وهذا مأسوف إليه ويعطي رسالة سيئة. هذا أولا. ثانيا، تأكد اليوم موقف مجلس النواب المبدئي والمستقل، حيث تداولت كثير من وسائل الإعلام أن هناك رغبة أمريكية ورغبة من الدول الغربية بعرقلة هذا القانون، لكن الحمد لله تم السير بسلاسة، وهذا يثبت كثير من المعاني مقدمته أن المشرع العراقي إذا أراد تشريعا معين لمصلحة البلد يسير به. القضية الثالثة والتي قد تكون أهم هو قانون الخدمة والتقاعد الذي يعنى برواتب وتسكين ودرجات وظيفية لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الذي قرأ قراءتين وبقي فقط التصويت عليه النصف ساعة لأجل حسمه، لكن الحكومة للأسف سحبته وطرح هذا القانون بديلا. هذا القانون مهم، لكنه أكيد ليس بديل عن قانون الخدمة والتقاعد الذي نصر ونؤكد أنه في حال عدم إقراره في هذه الدورة البرلمانية من الصعب أن يقر في الدورات المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.